السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبين ومتابعيني، أخباركم إيه؟ امبارح أنا طلعت فيديو قبل ماتش الأهلي وشباب بلوزداد، وقعدنا اتكلمنا شوية، واتكلمنا على الأهلي وعلى الماتش إزاي مهم. اتكلمنا إن الجماهير متضايقة طبعا من ماتش الأهلي وباتشوكا. يعني اتكلمنا في شوية تفاصيل كورة كده امبارح. وامبارح حصل في الماتش يعني حاجات مؤسفة بصراحة يعني. بس في النهاية الأهلي كسب 6-1. أنا طالع مش هتكلم النهاردة على الأهلي وعلى النتيجة، على قد أنا ما طالع أتكلم على في موقف حصل امبارح. موقف بصراحة يعني هو موقف مؤسف يعني من الناحيتين. يعني انا من ناحية الجماهير ومن ناحية اللعيبة ومن ناحية النادي الاهلي، بس في المجمل امبارح ان الافادة ان الاهلي كسب يعني. امبارح الاهلي كان خسران في الشوط الاول 1-0، اتعادل في اخر دقيقة في الشوط الاول 1-1 بهدف وسام ابو علي. احنا معانا هداف ومعانا مهاجم، ربنا يحفظه يا رب. بسم الله ما شاء الله عليه، مش عايزين نحسده طبعا. فامبارح هتكلم في الجماهير الاول عملت ايه، ونتكلم ايه اللي حصل امبارح. امبارح جمهور النادي الاهلي قبل الماتش وفي وسط الماتش طبعا لغايه الشوط الاول كانوا عمالين يقولوا مقولات على النادي واللعيبه. اقول لكم ابرز اللي قالوه، انا اقول لكم ابرز اللي قاله الجمهور النادي الاهلي. اللي يغور يغور، جمهور الاهلي فوق. طبعا دي ما فيهاش حاجه يعني، اللي عايز ياخد الكلام على نفسه ياخد الكلام على نفسه. يا شناوي هتعيش الدور، خد كهربا وامشي غور. تمام. جمهور الاهلي كبير، يا المكسب يا الرحيل. العب بقى يا عم، خلي عندك دم. اداره سلبيه، صلاحيتكم منتهيه. اسمع وافهم، ما تستهبلش. جمهور الاهلي ما بيتهددش. ايه اللي حصل بقى بعد الهتافات دي؟ الاهلي امبارح كسب 6-1. طبعا يعني اول مرة النادي الاهلي يجيب 5 تجوان في شوط واحد. ما حصلتش في ماتش الاهلي والزمالك اللي هي 6-1. ما جابش 5 تجوان في شوط واحد. انتهت المباراة امبارح في أمسية كروية جميلة. الشوط التاني طبعا ده كان يعني شوط عالمي. وسام ابو علي جاب هاتريك امبارح. بيرسي تاو جاب جون. امام عاشور جاب جون جميل، وبيرسي تاو جاب جون حلو طبعا. وسام ابو علي جاب 3 اهداف حلوين جدا. انا مش عارف بيرسي تاو بيلعب اداء حلو جدا عشان عارف ان هو يمشي ولا ايه. بس على العموم امبارح يعني احنا استفدنا منهم كلهم. اللي حصل امبارح، الشناوي الجمهور ندهت. الاول الجمهور ندهت على اللعيبه، عايزه تحييهم. الشناوي رايح ياخد اللعيبه ويروح للجماهير. مين بقى اللي راح له وقال له لا؟ كهربا قال للشناوي وقال لمحمد رمضان، كابتن محمد رمضان المدير الرياضي، قال لهم لا ومش هنروح للجماهير. كابتن محمد رمضان عمل خطأ فادح امبارح وسمع كلام كهربا وقال للشناوي لا، احنا مش هنروح للجماهير. طبعا الجماهير مش هتسكت، جماهير الاهلي مش هتسكت.
راحت الجماهير بعد ما كانت بتحيي اللعيبة قعدت بقى تشتم فيهم، ولعيبة كذا يا ولاد كذا، لعيبة كذا يا ولاد كذا. طبعا ده اسلوب غير لائق من كهربا. انا مش عارف يا كهربا انت عايز ايه، انا مش عارف انت عايز ايه. انت واحد ما كنتش بتلعب، وكنت في الدوري اللي جبناك من بره بيه، كان عليك فلوس، وجيت لاعظم نادي في الكون، كنتش بتلعب وخدت بطولات دلوقتي اكتر من اللي كنت بتاخدها مع الفريق التاني المنافس. فانا مش عارف انت عايز ايه. رحت لعبت كاس عالم انديه، وخدت بطولات افريقيا، وخدت دوري، وخدت كاس وسوبر مصري. عايز ايه تاني؟ انت ليه تخلي كابتن محمد رمضان والشناوي يرجعوا؟ طب هو انت فاكر ان انت هتأثر على الجماهير؟ يعني هو في حد فوق الجماهير اصلا؟ انت كهربا من غير الجماهير دي مش هتعرف. انت شفت الجماهير لما قامت عليك المرة اللي فاتت انت نفسيتك بقت وحشة. طب انت عايز ايه؟ انت مضيع ضربة جزاء، مضيع انفراد في اخر الماتش، والماتش كنا هننهيه اصلا في اخر الوقت. طب قول لي بقى انت محتاج ايه تاني؟ الجماهير كانت بتدعمك في عز ما انت كنت بتضيع اهداف. يعني الجماهير واقفة وراك لغاية الاخر. ليه انت تروح وتاخد الكباتن وتقول لهم لا مش هنروح للجماهير؟ بس هو عامة الغلط مش عندك انت، الغلط عند قائد الفريق، والغلط عند المدير الرياضي. كده كده هو هيحصل قرار من مجلس الإدارة في اللي حصل دوت، هيحصل قرار بخصوص اللي حصل دوت. ما ينفعش يا كابتن محمد رمضان تعمل كده اصلا، انت مدير رياضي، وانت ما ينفعش يا شناوي تعمل كده. انا مش عارف بصراحة، الجماهير واقفة معاكوا في الخسارة قبل المكسب. عايزين ايه تاني؟ انا مش عارف. فان شاء الله الجماهير كده ان شاء الله ان شاء الله ما تقومش اكتر من كده. ويا ريت يطلع اعتذار رسمي من الشناوي ومن كابتن محمد رمضان للجماهير، عشان خاطر الماتشة الجاية والمباريات الجاية يبقوا واقفين في ظهركم. احنا لسه عندنا مباريات كتير غير الدوري وبطولة افريقيا، بنحضر لكأس العالم للأندية. يا ريت اللعيبة تركز في نفسها. احنا محتاجين ان احنا كلنا نركز مع بعض، وان شاء الله يعني احنا خلينا الجماهير تعمل زي الجماهير المنافسة وتغلط فينا. فيا ريت، يا ريت نهدى كده، ويا ريت يا كهربا انت كمان تهدى. وان شاء الله المباريات الجايه الجماهير تبقى واقفين في ظهركم وتحييكوا تاني، ويا ريت تروحوا لهم وتعتذروا لهم، وان شاء الله خير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون الفيديو لايك، واللي مش مشترك في القناه ينزل يشترك، يعمل لايك ويفعل زر الجرس. محتاج دعمكم جدا الفتره اللي جايه. ان شاء الله هتلاقوني في فيديوهات كتير تخص الكوره الاوروبيه، الكرة العالمية، الكرة المصرية. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. تصبحوا على خير.